هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 2 أبريل. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص الجزء الأول من حلقة اليوم لتناول تداعيات التأزم في مفاوضات سد النهضة والتصعيد بين مصر وإثيوبيا. أما في الجزء الثاني وعبر تقرير صحفي أيضا نقدم لكم ردود الفعل التي صاحبت توقيع الاتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. حملات كشة واسعة في العاصمة أسمرة وضواحيها. تصاعد وتيرة التصريحات الحادة بين مصر وإثيوبيا. مجلس الأمن الدولي يدعو الصومال إلى الخروج من الأزمة الراهنة. أخيرا فرنسا تفرض حظرا كاملا لمكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر إذاعة إرينا الدولية بأن الجيش والشرطة يقومان ومنذ ما يقارب الأسبوعين بحملات كشة في العاصمة أسمرة وضواحيها، وتستهدف الكشات الشباب في عمر الخدمة الإجبارية، وتستمر حسب إفادة المصادر من بيت إلى بيت. وتتزامن هذه الكشات مع إعلان السلطات فتح المدارس وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عام كامل من الحظر بسبب وباء الكورونا، كما تتزامن كذلك مع الحرب التي تشارك فيها قوات الدفاع الإريترية ب8 فرق عسكرية. ويفاقم مشاركة الجيش الإريتري في الحرب قلق أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم خاصة، مع توارد أخبار تفيد بأن جرحى قوات الدفاع الإريترية وصل حتى الآن إلى 2000 جريح، تتفاوت جراحهم بين البسيطة والبليغة. في رد حول سؤال عما سيحدث في المنطقة في حال المساس بحقوق مصر في مياه النيل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات له يوم الثلاثاء الماضي: محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عاوز يجرب يقرب. احنا ما بنهددش حد، واللي هيبقى في حالة عدم استقرار في المنطقة، وإلا هيبقى في حالة عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد ولا يتصور أحد أنه بعيد من قدرتنا. المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بشكل كامل. وقال السيسي ردا على سؤال بشأن وجود أي خطر على مصر: أنا ما بهددش حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا. وجاءت هذه التصريحات على خلفية الانسداد في المفاوضات وإعلان إثيوبيا الملء الثاني للسد في شهر يونيو المقبل. وضمن حرب التصريحات بين الجانبين المصري والإثيوبي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأسبوع الماضي أن إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في التسبب في ضرر لا لمصر ولا السودان، ولكننا لا نريد أيضا أن نعيش في الظلام. على صعيد آخر، أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لكل من السودان ومصر، مؤكدة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. كما أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، مشددة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن النية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق الدول حوض النيل كافة في مياهه ويخدم مصالحها وشعوبها معا. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. دعا مجلس الأمن الدولي السلطات الصومالية إلى الخروج من الطريق المسدود المرتبط بالعملية الانتخابية، مجددا المطالبة بانتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن، في ختام اجتماع مغلق عقد بشكل عاجل يوم الأربعاء الماضي. وفي بيان صاغته المملكة المتحدة وأقر بإجماع الدور 15 في مجلس الأمن، أعرب المجلس عن قلقه من الطريق المسدود الحالي،
مطالبا القادة الصوماليين الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل المسائل العالقة استنادا إلى اتفاق 17 سبتمبر حول المسار الانتخابي. وطلبت عقد الاجتماع كل من إيرلندا والمملكة المتحدة وإستونيا وفرنسا والنرويج والولايات المتحدة بسبب الطريق المسدود الذي آلت إليه العملية الانتخابية. وشدد إعلان مجلس الأمن الدولي على أن من مصلحة الصوماليين الحرص على إجراء انتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن. وخلال لقاء مع الصحفيين شددت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة باربارا وودورد على أن العملية الانتخابية في الصومال في مرحلة حرجة. من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان أن الوضع المتعلق بالعملية المفضية إلى الانتخابات في الصومال تحتاج إلى اهتمام عاجل. وطلبت بريطانيا مجددا من الحكومة الفيدرالية في الصومال وإلى الولايات التوصل سريعا إلى اتفاق حول تطبيق العملية الانتخابية استنادا إلى الخطة المتفق عليها في 17 سبتمبر الماضي. وتجاوز الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 فبراير، عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبد الله فورماجو السلطة، مما أدى إلى أزمة دستورية. ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حاليا الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته. في خطاب متلفز له قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه اضطر لفرض حظر كامل على كل التراب الفرنسي بالتزامن مع أعياد الفصح، وسوف يشمل الحظر المدارس ورياض الأطفال وتقييد السفر من وإلى الأقاليم. وكان رئيس الوزراء قد أعلن في 17 مارس الماضي حظرا في 19 إقليم من أقاليم فرنسا الأكثر تأثرا بالمرض، ضمنها الإقليم الذي تقع فيه العاصمة الفرنسية. وقال الرئيس ماكرون أن هذا الإجراء يهدف إلى كبح انتشار المرض، خاصة مع زيادة أعداد المصابين وازدحام غرف الإنعاش. وأكد بأن 44% من المصابين في غرف الإنعاش هم في أعمار أقل من 65 عاما. وسوف يستمر الحظر الجديد حتى 1 مايو المقبل. وترجو إذاعة إرينا الدولية من الجالية الإريترية المقيمة في فرنسا الالتزام بالإجراءات الصحية للحد من انتشار المرض. هذه إذاعة إرينا. بهذا الخبر من باريس مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حملة كشة واسعة في العاصمة أسمرة وضواحيها. تصاعد وتيرة التصريحات الحادة بين مصر وإثيوبيا. مجلس الأمن الدولي يدعو الصومال للخروج من الأزمة الراهنة. وفرنسا تفرض حظرا كاملا لمكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. في الجزء الأول نرصد معكم وفي تقرير من الخرطوم لصحفي أحمد يونس لجريدة الشرق الأوسط تطورات أوضاع سد النهضة، خاصة بعد التصريحات الحادة للرئيس المصري والجانب الإثيوبي. أما في الجزء الثاني فتستمعون إلى تقرير حول تداعيات وردود الفعل حول اتفاق البرهان الحلو، وهل سيؤدي الاتفاق إلى تطبيق العلمانية في السودان، والتقرير بقلم الصحفي زميل عبد الجليل سليمان لموقع ذات مصر. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرينا. وفي بداية الحلقة نقدم لكم التقرير الصحفي للأستاذ أحمد يونس من الخرطوم، وهو تحت عنوان إثيوبيا تبلغ واشنطن تمسكها بملء السد في موعده، وكتبه للشرق الأوسط. ويقول أحمد يونس في التقرير: أبلغت إثيوبيا المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث بمواقفها المعلنة من مفاوضات سد النهضة والنزاع الحدودي بينها والسودان، وتمسكها بملء سد النهضة في يوليو المقبل، واستعدادها للتفاوض مع السودان للوصول لحل دبلوماسي للنزاع الحدودي. وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع اعترف دبلوماسي إثيوبي بارز بالاتفاقيات الدولية الحدودية الموقعة بين الخرطوم وأديس أبابا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي في الإجازة الأسبوعية لوزارته أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دماك موكونن تواصل مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، واطلعه على الموقف الإثيوبي المتعلق بسد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان. ووفقا لصفحة الخارجية الإثيوبية الرسمية على الفيسبوك، ذكر السفير مفتي أن موكونن أكد للمبعوث الأمريكي أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من مياه النيل في الوقت الذي يعيش فيه 60% من مواطنيها في الظلام، وأنها تعمل على تغيير ذلك بالانتهاء من بناء السد، وفي الوقت ذاته هي تملك الحق القانوني والسيادي في استخدام المياه للتنمية بشكل عادل ومنصف دون الإضرار بدول الحوض. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويواصل أحمد يونس تقريره قائلا: أكدت إثيوبيا أثناء المباحثات مع السفير بوث تمسكها بملء السد في الموعد الذي حددته سابقا في يوليو المقبل. وقال مفتي: ملء السد جزء من مشروع البناء العام لإثيوبيا، وقال أنها قدمت المعلومات اللازمة للسودان بشأن الملء الثاني لبحيرة السد وأمنه، بما يطمئن مخاوفه من تأثير الملء على منشآته المائية. وقال كذلك أن إثيوبيا أبلغت السفير بوث استعدادها والتزامها بالوصول لتسوية للقضايا العالقة عن طريق التفاوض، بما يعالج قلق مصر والسودان. وأكد له تمسك إثيوبيا بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفضها للمقترح المصري السوداني المتعلق بالوساطة الرباعية، واشترطت على الولايات المتحدة إعمال ما سمته أحكام الحزب الديمقراطي بشأن الأزمة التي وقعتها الدول الثلاث في عام 2015. وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال السفير مفتي أن حكومة بلاده تقدر مبادرات الوساطة التي تقدمت بها العديد من الدول بما في ذلك المبادرة الأماراتية. من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا عبر سفارتها في الخرطوم وعلى لسان السفير الإثيوبي لدى السودان يبلطال إميرو أن حكومة بلاده ملتزمة باتفاقيتي الحدود المبرمتين مع السودان في عام 1902 و 1972 والخاصة بترسيم الحدود ووضع العلامات. ونقلت صحيفة الحراك السودانية المستقلة عن إمرو بأن الحل يكمن في العودة للاتفاقيات الدولية واللجان المشتركة بين البلدين ومواصلة العمل الذي كانت تقوم به قبل قيام الأزمة الحدودية. ووفقا للصحيفة، قال السفير الإثيوبي أن حكومة بلاده لا تملك أي نوايا عدوانية تجاه الشقيق السودان ولا تملك أهدافا لتصعيد الموقف. وتابع قائلا: نملك قناعة راسخة في حل القضايا عبر الحوار، والحكومتان لديهما مشاكل داخلية تحتم عليهما العمل المشترك في كثير من القضايا والملفات. وأضاف أن أي تصعيد عسكري لا يأتي بالسلام والتنمية، والعنف دوما يولد العنف. ويرجع النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا إلى نحو 25 عاما سيطرت خلالها الميليشيات الإثيوبية المدعومة فيدراليا على منطقة الفشقة الخصيبة، وحولتها إلى مزارع للإثيوبيين بعد أن قامت بطرد المزارعين السودانيين من المنطقة التي تقع داخل الحدود السودانية وفقا لاتفاقيتي 1902 و 1972 المبرمة بين البلدين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا زلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تقرير للصحفي أحمد يونس من الخرطوم تحت عنوان: إثيوبيا تبلغ واشنطن تمسكها بملء سد النهضة، وكتبه للشرق الأوسط. ولا يرى السودان وجود نزاع حدود بينه وبين إثيوبيا، وأن الحدود بين الدولتين تم ترسيمها وفقا للاتفاقيتين، وأن التفاوض مع الحكومة الإثيوبية عبر لجان التفاوض المشتركة كان يدور حول إعادة وضع العلامات الحدودية التي أزيلت وتقريب المسافة بين كل علامة وأخرى بحيث ترى كل علامة الأخرى بالعين المجردة. وبحسب آخر مفاوضات للجان الحدودية المشتركة عقدت في مايو 2020، كان مقررا أن تبدأ اللجان المختصة في وضع العلامات الحدودية ابتداء من أكتوبر الماضي لتكمل أعمالها في مارس الماضي أيضا، بيد أن آخر اجتماعات عقدت في الخرطوم كانت بين اللجان المشتركة وفشلت
آخر اجتماعات عقدت للجان الحدودية المشتركة في فبراير الماضي ترأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء وقتها عمر مانيس وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكونن، ولم تتوصل إلى اتفاق. وتسربت معلومات بأن إثيوبيا تماطل في مسألة وضع العلامات الحدودية، وأن موكونن رفض الاعتراف بالاتفاقية الدولية بين بلاده والسودان. في نوفمبر الماضي وأثناء العمليات العسكرية التي كانت تنفذها القوات الإثيوبية في إقليم تيغراي، أعاد الجيش السوداني نشر قواته في منطقة الفشقة، واعترض الميليشيات الإثيوبية المدعومة من قبل القوات الحكومية على إثر كمين نصبته هذه الميليشيات لقوة استطلاع قتل خلاله عدد من الجنود بينهم ضابط. وقال السودان أنه استرد أراضيه ولن يغادرها، فيما اتهمت أديس أبابا الخرطوم باستغلال الوضع في تيغراي. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام التقرير الذي كتبه أحمد يونس لجريدة الشرق الأوسط تحت عنوان إثيوبيا تبلغ واشنطن تمسكها بملء سد النهضة في موعده. هذه إذاعة إرنا. وضمن تداعيات وردود الأفعال للاتفاق الذي وقعه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، والذي نص على إعلان العلمانية في السودان تمهيدا لاتفاق شامل بين الحركة والحكومة السودانية. حول هذا الموضوع وتداعياته وردود الفعل كتب عبد الجليل سليمان تقريرا لموقع ذات مصر تحت عنوان بعد إعلان البرهان الحلو هل يتجه السودان إلى العلمانية؟ ويقول عبد الجليل سليمان: رغم أن إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من جهة، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو من جهة أخرى في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الأحد 28 من مارس 2021، احتوى الكثير من البنود ذات الصلة بقضايا الحرب والسلام والحكم والإدارة والديمقراطية والثروة وحقوق الإنسان في السودان. فإن بند فصل الدين عن الدولة الذي كتب بطريقة غير مباشرة كان الأكثر إثارة للجدل، إلى حد أن بقية البنود الأكثر أهمية خرجت عن دائرة النقاش ولم تعد تعني أحدا. الجدل حول موضوع فصل الدين عن الدولة لم يكن وليد لحظة توقيع الإعلان الأخير، فقد حدث بشكل أكثر حدة في سبتمبر من العام الماضي، عندما وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو إعلان مبادئ مماثل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أقر علمانية الدولة بشكل مباشر، إلا أنه تعرض لهجوم شرس من قبل الشركاء العسكريين في الحكومة الانتقالية نفسها، فقد وصفه عضو مجلس السيادة والقيادة البارزة بالمكون العسكري في الحكومة الفريق أول شمس الدين الكباشي بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. إلا أن صمتا أبديا ران على الفريق أول الكباشي، فلم ينطق عندما وقع قائده رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان على إعلان جوبا الذي أقر إعلان أديس أبابا وزاد عليه بمنح الأقاليم حق الحكم الذاتي واعتماد النظام الفيدرالي أساسا للحكم في السودان. ويقول الباحث السياسي محمود السني متحدثا إلى ذات مصر فيما يتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة، فإنها مطبقة عمليا منذ الإطاحة بالبشير وإلغاء آخر قانون بصبغة دينية، وهو قانون النظام العام الذي كان يقر بجلد السيدات وتغريمهن إذا ما رأت الشرطة المخولة بتطبيقه أن ما يرتدينه مخالف لما يسمى الزي الشرعي. إلا أن بعض ذيول جماعة الأخوان المسلمين ممثلة في أحزاب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية السلفية وبعض الأطراف المتضررة من الهيئات والمؤسسات التابعة للأخوان كهيئة علماء السودان وفلول النظام السابق تحاول تصوير الأمر كأنه إقصاء الدين عن حياة الناس، وأن الكفر سيعود ويسود ويعم البلاد، وسيتم منع إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وحج البيت بحسب تعبيره. كل ما في الأمر يواصل السني حديثه أن الدستور القادم لن يشير إلى دين رسمي للدولة، لأن الدولة فعلا لا دين لها،
إذ هي مجموعة المؤسسات والإدارات والهيئات من حكومة وجيش وقوات أمنية فيها المسلم والمسيحي واللاديني، وكلهم مواطنون سودانيون يتمتعون بنفس الحقوق على قدم المساواة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم تستمعون مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى تقرير عبد الجليل سليمان تحت عنوان بعد إعلان البرهان الحلو هل يتجه السودان إلى العلمانية؟ القطيع. يواصل عبد الجليل سليمان القول: المنتقدون لإعلان التفاهم الذي وقعه البرهان والحلو في عاصمة جنوب السودان الأحد الماضي لم يطلعوا على نصوصه جيدا، ولو فعلوا لما هاجوا وماجوا، فقد أتاح الإعلان حرية ممارسة المعتقد والعبادة والشعائر الدينية لكافة السودان. فالنص يقول: السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. كما نص على حق شعوب المناطق المختلفة في إدارة شؤونها فيدراليا وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تضمن حرية التدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب، وفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة. وشدد على عدم فرض الدولة دينا على شخص، وأن لا تتبنى دينا رسميا، وأن تكون غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، وتكفل وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، وأن تضمن هذه المبادئ في الدستور. لكنه أقر في ذات الوقت إسناد قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات، على أن يكون ذلك بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية. ثم يرصد عبد الجليل سليمان اعتراضات الأنصار والأخوان حول الاتفاق قائلا: من جهتها أصدرت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد التي تمثل الذراع الدينية لحزب الأمة القومي أكبر حزب سياسي سوداني، وهو حزب رئيس الوزراء الأسبق الراحل الإمام الصادق المهدي، بيانا الثلاثاء الماضي قالت فيه أن ما جاء في إعلان التفاهم بين البرهان والحلو مكانه المؤتمر القومي الدستوري المزمع انعقاده قبل انتهاء الفترة الانتقالية. وشدد البيان على أن عبارة الاعتراف بالتنوع وإدارته بالعدل التي وردت في البيان توجب مشاركة جميع مكونات المجتمع السوداني في تحديد هويتهم وضبط علاقة الدين بالدولة، قضية تهم كل السودانيين ولا يقرر فيها فصيل واحد دون الآخرين. وباستثناء ملاحظات هيئة شؤون الأنصار حول الإعلان وترحيب الحزب السياسي الأمة القومي الذي تتبعه الهيئة، فإن ردود الفعل الأخرى تبدو كأنها لا أثر لها. فالاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة الذي اتهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بتجاوز حدود ما أنزل الله بتوقيعه على اتفاق ينص على فصل الدين عن الدولة، وقالت أن ما فعله فيه طغيان وبغي وعدوان وانتهاك لإرادة الغالبية العظمى من شعب السودان المسلم الذي له هويته وخصوصيته، وهو كيان إخواني يتبع النظام السابق، وبعض رموزهم متهمة بالفساد، ولا تجد بياناته صدم في الشارع السوداني ولا آذان صاغية. هذه إذاعة إرينا. رفع الحرج. ويواصل عبد الجليل سليمان في تقريره الذي يرصد فيه ردود الأفعال بعد إعلان البرهان الحلو والذي عنوانه بهل يتجه السودان إلى العلمانية، يقول أيضا: وتعليقا على البيانين المعترضين، قال سامي الجاك الباحثة في علم الاجتماع السياسي لذات مصر أن بيان هيئة شؤون الأنصار التابعة لحزب الأمة القومي جاء لرفع الحرج عن الحزب المشارك في الحكومة بعدة وزراء، أبرزهم وزيرة الخارجية مريم المهدي، والذي رحب بإعلان المبادئ بين البرهان والحلو. ويبدو وبحسب الجاك أنه تم نوع من التواطؤ الذكي بين الكيانين السياسي حزب الأمة والديني هيئة شؤون الأنصار، فيما هم في الحقيقة مؤسسة واحدة.
أما فيما يتعلق بالبيان المتشدد الذي صدر عن الاتحاد السوداني للعلماء والدعاة، والذي وصف الإعلام بأنه يمثل خروجا عن الدين وحربا عليه وسعيا في أرض المسلمين بفساد، لا يحل السكوت عنه أبدا، ويجب وجوبا شرعيا على كل مسلم أن يعلن رفضه التام لهذه الاتفاقية. ودعا الأمة إلى التمرد والانتفاضة على البرهان ليعلم من هو ومن معه أن الأمة لا تفرط في شيء من دينها، وأنها قد بايعت الله على نصرة شريعته وإلى كلمته، فلا يعد كونه حبرا على ورق وجعجع دون طحين، لكنه صادر عن جهة متهمة بالفساد وموالية للنظام البائد، ويقيم قادتها في تركيا بعد هروب معظمهم من السودان عقب تدوين بلاغات متعلقة بالفساد ضدهم، ويمتلكون قناة فضائية طيبة ويروجون من خلالها لفكر الأخوان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون وفي الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث إلى تقرير عبد الجليل سليمان تحت عنوان بعد إعلان البرهان الحلو هل يتجه السودان إلى العلمانية، وكتبه لموقع ذات مصر. ويواصل عبد الجليل سليمان القول: فقاعات رغوة تستطرد الجاك، واصفة للبيانين بأنهما محض فقاعات رغوة سرعان ما يخفت هسيسهما، وتضيف: لا أتوقع أن يترتب على الإعلان ردود فعل عنيفة، لأنه يتسق مع مبادئ الثورة التي رفعت شعار الدولة المدنية وأطاحت بالدولة الدينية، كما أن الاتفاق نفسه لم يقصد دين عن حياة الناس، بل أقر بحق العبادة وممارسة الشعائر ليس للمسلمين فقط، وإنما لمعتنقي كل الأديان، وحماية هذا الحق بالقانون. من وجهة نظري، تقول جاك، فإن وصف رئيس مجلس السيادة للإعلان بأنه يمثل بداية حقيقية للمرحلة الانتقالية في السودان وصف دقيق ومحكم، فالإعلان يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان، ويقر تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين شعوب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، إلى أن أهم ما ورد فيه هو الإقرار بتكوين جيش واحد ودمج كافة الميليشيات والحركات المتمردة السابقة في الجيش الوطني الموحد، وهذا اختراق حقيقي، خاصة وأن وجود نحو أكثر من 5 جيوش داخل البلاد أصبح يمثل تهديدا وخطرا على بقائها ككيان موحد في المستقبل. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام التقرير الذي أعده الصحفي عبد الجليل سليمان لموقع ذات مصر تحت عنوان بعد إعلان البرهان الحلو هل يتجه السودان إلى العلمانية، وقدم فيه رصدا لردود الفعل حول الاتفاق. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، وكالعادة أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. حملات كشة واسعة في العاصمة أسمرة وضواحيها. تفيد مصادر إذاعة إيران الدولية بأن الجيش والشرطة يقومان ومنذ ما يقارب الأسبوعين بحملات كشة في العاصمة أسمرة وضواحيها، وتستهدف الكشات الشباب في عمر الخدمة الإجبارية، وتستمر حسب إفادات المصادر من بيت لبيت. ويفاقم مشاركة الجيش الإريتري في الحرب قلق أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم، خاصة مع توارد أخبار تفيد بأن جرح قوات الدفاع الإريترية وصل حتى الآن إلى 2000 جريح، تتفاوت جراحهم بين البسيطة والبليغة. تصاعد وتيرة التصريحات الحادة بين مصر وإثيوبيا. في رد حول سؤال عما سيحدث في المنطقة في حال المساس بحقوق مصر في مياه النيل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات له يوم الثلاثاء الماضي أن المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بشكل كامل. مجلس الأمن الدولي يدعو الصومال إلى الخروج من الأزمة الراهنة. دعا مجلس الأمن الدولي السلطات الصومالية إلى الخروج من الطريق المسدود المرتبط بالعملية الانتخابية، مجددا المطالبة بانتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن، في ختام اجتماع مغلق عقد بشكل عاجل يوم الأربعاء الماضي. فرنسا تفرض حظرا كاملا لمكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد. في خطاب متلفز قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مساء الأربعاء الماضي بأنه اضطر لفرض حظر كامل على كل التراب الفرنسي
بالتزامن مع أعياد الفصح، وسوف يشمل الحظر المدارس ورياض الأطفال وتقييد السفر من وإلى الأقاليم. وسوف يستمر الحظر الجديد حتى الأول من مايو المقبل. وترجو إذاعة إرينا من الجالية الإريترية المقيمة في فرنسا الالتزام بالإجراءات الصحية للحد من انتشار المرض. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، وكالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.